ليه البرازيليين مش بيكملوا في الملاعب لفترة طويلة بعد سن ال30؟ تعالى وهحكي لك. أول حاجة إن معظمهم بيعتمد على المهارات الفردية والسرعة، ودي عوامل طبعا بتحتاج للياقة بدنية عالية، فطبيعي اللاعب لما يوصل لسن ال30 البدني عنده بيبدأ يقل، فبالتالي الحاجات اللي كان مشهور إنه مميز بيها وبيعرف يعملها قلت هي كمان بسبب اللي احنا قلناه. تاني حاجة إنهم مش ملتزمين بالتكتيكات والخطط زي اللاعب الأوروبي، وده ممكن يخليهم أقل فاعلية لما البدني عندهم ينزل. عشان كده المدربين بيبقوا شايفين ان النواحي الدفاعية والخططية في اللاعب البرازيلي قليلة، ففرص استمراريتهم بتقل. اصل معلش يعني انا كمدرب شايفك لاعب مش بتلتزم، فبالتالي لما تكبر في السن والبدني عندك يقل، هل ساعتها هتلتزم؟ تالت حاجة حياتهم بره الملعب. البرازيليين معروفين انهم من اكتر اللعيبة اللي بتاخد راحتها في اجازاتهم وبره الملعب عموما، ومعروفين انهم بيسهروا وبيروحوا حفلات ومقضيينها، وده طبعا بيأثر عليهم لما بيكبروا وبيفرق معاهم.